السلام عليكم. ازيكم؟ داري على شمعتك تقيد. والمثل الجميل ده فيه زي بنفس المعنى تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يلا بينا مع بعض في الصبح الجميل ده والورد الحلو ده نروح نعمل فنجان قهوة ونتكلم عن الكلام ده مع بعض. أول حاجة، داري على شمعتك تقيد. داري على شمعتك تقيد مش معناها ان احنا ناس خبيثة ولا ان احنا ناس مش بنحب نقول الحقيقة، لا. لان صدقوني يا جماعة احيانا نقعد نتكلم ونحكي عن حاجة احنا هنعملها او حاجة جديدة احنا داخلين عليها ونتفاجئ في النص ان الحاجة وخلاص، يعني احنا مخلصين منها 80% واحيانا 90% واحيانا 99%، وعلى بس 1% تقف كل حاجة وما تتمش تاني. فأفضل شيء إن إحنا نداري وما نقولش على الحاجة اللي إحنا بنعملها، ولما تتم بحمد ربنا وبفضل الله نبدأ نقول والله ده أنا عندي كذا كذا. مش لازم الناس كلها تعرف إحنا عملنا إيه وبنعمل إيه يا جماعة. والله ياما بيوت كتير كتير تلاقي الأولاد سقطوا في الامتحانات، تلاقي الأولاد يا حبايبي مرضوا. لو مثلا قعدت تقول والله ده ذكي وبيذاكر كتير ده بيعمل كذا، وتلاقي مثلا لا قدر الله البيت اتخرب من كتر ما احنا بنقعد نحكي ونتكلم ونقول ده جرى كذا، ده حصل كذا، ده انا جوزي بيعاملني حلو قوي، ده انا ابني شاطر، ده انا شغلي انا متميزة جدا في شغلي. وتلاقي نفسك تركتي شغلك ومعرفتيش بعد كده تكملي، حصل ظرف يعني شديد جدا خلاكي تركتي الشغل اللي انت كنت متميزة فيه. لقيتي ان زوجك بدأ كل شوية يتخانق معاكي بعد ما هو كان كويس جدا معاكي وكانت اخلاقه طيبة، تلاقيه ما بقاش قادر ان هو يتعامل ويتكلم. الولد تلاقيه كل شوية او البنت تلاقيهم مرضوا وتلاقيهم مش متفوقين زي زمان في الامتحانات. كل دي حاجات يا جماعة بتيجي مننا احنا وبسببنا احنا وبكلامنا احنا. فاهمين ازاي؟ كذلك لو انت عايزة تشتري بيت، ليه تروحي تقولي للناس انا هشتري بيت؟ اشتري وافرحي وانقلي بيتك. على فكرة ده مش عيب، الناس ملهاش انها تعرف انت بتعملي ايه وبتخططي ايه، ده امر خاص، امر خاص بيكي انت لوحدك. فلازم يا جماعة نتعلم اننا ما نتكلمش ولا نقول اي حاجة، ولما بنقول كل حاجة بتتوقف تماما. صدقوا يا جماعة ده شيء مهم قوي، ولازم سلوكنا يتغير ونقفل بقنا شوية ونبطل نتكلم عن الحاجات اللي هي ما تخصش حد غيرنا، احنا شؤوننا الخاصة احنا وبس. فهمتوني؟ فأرجوكم حاولوا ان احنا يعني نتعلم من بعض ونوعي بعض ونبطل الكلام اللي مفيش منه فايدة ابدا، لان بجد مش بيدفع تمن كده غير اولادنا. ولا لما واحدة تلاقي مثلا بنتها هتتخطب وتقعد تحكي للناس وهي لسه ما اتخطبتش، طب بتقولي ليه؟ بلاش يا جماعة الحاجات دي. النفوس اتغيرت والناس بتتغير، ومش كل حد بتحكي له بيبقى بجد حبيب لك الخير. فاهميني؟ ارجوكم خدوا بالكم من الحاجات دي. وزي ما اتفقنا يا جماعة مفيش حاجة حد ملزم ان هو يعرفها ولا انت ملزمة تحكي. تمام يا جماعة؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ومن فضلكم من فضلكم داروا على شمعتكم تقيد. وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. ما تنسوش الاشتراك.